لازم تفكر بمنظور الرجل الثالث في كل حاجة انت بتعملها. عندك فكرة وعايز تطرحها على حد او تطرحها في الشركة اللي انت شغال فيها، اكتبها الاول وبص للفكرة دي مرة تانية. يعني انا دلوقتي كتبت كل الافكار بتاعتي على ورقة، وابتدي اناقش نفسي في الافكار اللي انا كاتبها دي. واحد هينفع، طب انا لو اتسألت السؤال ده هرد عليه ازاي؟ فبتبتدي تكتب الاسئلة والاجابات اللي هتطرح عليك تاني، وهترد على الناس دي ازاي. هتطلع بأقل الخسائر لو الافكار بتاعتك مش حلوه. لو الافكار بتاعتك حلوه هتطورها اكتر وهتكتب عليها حاجات اكتر، وهتبتدي اللي انت فعلا هتقدم حاجه كويسه للناس هتعرف تتقبلها منك، لان انت رجعتها مره واثنين وثلاثه. لكن فكره في دماغك دلوقتي عرضتها دلوقتي على طول، فانت خسران بنسبه كبيره، لان انت لما تيجي بعديها تيجي تراجع نفسك، ده انا نسيت اقول واحد اتنين تلاته. ما انت لو كاتبه مش هتنساه. الكتابه بتخليك ترتب كل امورك وبتعيد تفكيرك في كل حاجه انت بتعملها. هتنفعك قوي في حياتك، حتى في ابسط الاشياء لما بتكتبها وبترتبها بتفرق معاك. يلا، سلام.